السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج القوس حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير، تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على حبيبي كمان، استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا قناة أم أحمد، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى أولادي وأخواتي الموجودين في القناة، حطوا اللايك. لازم يا حبايبي نبقى عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول. ما شاء الله عندكم في فرحة، دي هتخش جوه بيتكم، ودي هتخليكم عندكم ثقة وقوة حلوة جدا، وفي نفس الوقت هيكون عندكم نشاط، تفاؤل. الفترة دي مستنين ارتباط، مستنين رجوع. انت عندكم في ارتباط، عندكم فرحة، او انتوا في الوقت الحالي لابسين خاتم، انتوا مستنيين الفرحة دي. ربنا يفرح قلبكم يا رب. عندكم حد قريب منكم، صديق، انتوا واقفين جنبه وتطبطبوا عليه. انتوا عندكم كام يوم مستنينها بفارغ الصبر. في عندكم خطوة جديدة، في منكم عنده دخول محكمة، في منكم مستني مكالمة اللي هتكون لكم طاقة إيجابية. انتوا مستنيين حاجات كتيرة جدا الفترة دي، يمكن الفترة دي من أكتر فترات اللي فيها تغيرات إيجابية ليكم. كمان انتوا عشمانين في حد، والعشم ده جايلكوا على فاضي أو مستنيين. انتوا خيبة الأمل دي جايلكوا من ناس اللي انتوا ما توقعوش ان هم يخونوكوا. حاولوا تكتموا وتداروا على حياتكم عشان الحاجة اللي انتوا عايزينها تكمل بدون تردد. في عندكم رزق كان بيخشلكم وبدأ يقل، وسبب العيون والطاقة السلبية اللي كانت مركزة في حياتكم. حصل عندكم مشكلة مع حد قريب منكم، والمشكلة دي سحبت طاقتكم، وحاليا انتوا بتعانوا من الضغط النفسي اللي مأثر على حياتكم بطريقة كبيرة. حتى الدموع جوه عينيكوا، ودي النسلة من الناس القريبة اللي كانت عاملة لكم أذى. عشان كده الدموع موجودة، بس عندكم فرحة، ودي هتتحقق بإذن الله. مجرد ما تحقق هتحسوا ان قد ايه ربنا بيحبكم، لان انتوا عندكم رضا جاي، وده بفضل ربنا عليكم. كمان في منكم بيفكروا في المادة، بتفكروا تزودوا الدخل، بتفكروا تبنوا مستقبلكم. انتوا داخلين في مشروع، داخلين في طاقات مختلفة، فعشان كده هيكون عندكم نقطة من أول السطر، وهتبدأوا بداية جديدة. البداية الجديدة دي هتكون طاقة إيجابية، وهتكون مصدر لكم انتوا. يا ريت تخلي بالكم من نفسكم. عندكم واحدة كده، ست دي هي وبنتها دي قاعدة لكم في كل حياتكم، عايزين يأذوكم، عايزين يعملوا لكم مشاكل، بس بفضل ربنا عليكم ان ربنا ينجيكم منها. هي قريبة، قريبة من قلبكم. يا ريت تخلي بالكم كويس. في منكم عندكم حرب مع نفسكم، زعلانين على نفسكم، زعلانين ان في حاجات دي بتحصل ملكوش ذنب. ممكن يكون بتطنشوا ناس كتيرة، بتتجاهلوا ناس كتيرة، بس زعلان. ما توقعتش من الناس دي اللي كنت بتحبهم بالطريقة دي ويغدروا ويأذوا. انتوا معروف عنكم ان انتوا ناس طيبة، مخلصين من اللي معاكم، بس دايما ما بتحبوش الكذب ولا النفاق، ولا تحب للشخص ان هو يعمل حبيب وهو عدو. انتوا عندكم تتعاملوا مع العدو، ولا تتعاملوا مع الحبيب اللي هو عامل حبيب وهو عدو. انتوا عندكم تعبان بيتلون الالوانه. انتوا بتحلموا بحاجات بتعملكوا حبة مشاكل، بس ان شاء الله باذن الله هيكون عندكم اكتشاف لامر جديد، وهتكونوا قاعدين ومبسوطين. هيكون عندكم انبساط حلو وابتسامة حلوة. انتوا الوقت التاني حاسين ان انتوا عندكم خنقة وضيقة، ودي بتجيلكوا. بتحسوا ان في حد ماسككوا من رقبتكم، حد خانقكوا. عندكم ألم في الكتف، وده بشكل كبير وشكل مستمر. دايما بتظهروا ان مفيش حد زيكم، دايما بتظهروا بالقوة الخارقة. طول ما انتوا بتتظاهروا ان انتوا اقوياء،
هما بيزودوا عليكم بالطاقة السلبية، فانتوا نفسيتكم بتتعب. انتوا نفسيتكم بتتعب بكتر التراكمات من الناس اللي حواليكوا، وهم مش حاسين بيكوا. فياريت تخلوا بالكم من الاسلوب ده. حد هددكوا وانتوا متحبوش الاسلوب ده. ممكن تكونوا دخلتوا في مكان حصل مواجهة بتدافعوا عن حد، والحد ده استقل بيكوا وحاول ان هو يكلمكوا بلغة التهديد. ورد فعلكم انتوا ما شاء الله عليكم خدتوا، يعني عرفتوا تاخدوا حقكم. انتوا عرفتوا تاخدوا حقكم. في منكم اتكلم، خدت حقك بزيادة. انتوا عرفتوا تاخدوا حقكم. دايما بتبحثوا عن راحة البال والامان. دايما عايزين ان انتوا يكون في عندكم تجديد. انتوا متحبوش الروتين، متحبوش اللي انتوا بتناموا فيه تصحوا فيه. بتحبوا تجددوا، بتحبوا تخرجوا، بتحبوا تشوفوا الحياة ماشية ازاي. بتحبوا تشوفوا طاقتكم متوزعة عليكم وعلى اللي حواليكم. بتحبوا الرومانسية جدا، والشريك مقصر معاكم في العلاقة الرومانسية، او مقصر معاكم من علاقة اللي انتوا حابينها وعايزينها تكون موجودة في الشريك بتاعكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. عندكم في جواز وهيكمل ان شاء الله. انت هتبدأوا تثقوا في نفسكم قوي. عندكم لو انتوا مستنيين سفر هيكون في سفر. لو انتوا مستني خير، مستني جواز، شريك حياة، يعني كل واحد مستني حاجة ربنا يكرمه بيها. عزة نفسكم دايما، آه الكرامة بتاعتكم، روحانياتكم. عندكم حاجات كتيرة حلوة. انتوا ما شاء الله عليكم عزبة الناس دي رهيبة. يعني عزة الناس دي بتقطع فيكم. ممكن تكونوا محتاجين حاجة من حد، لكن ما بتطلبوش خالص. ما بتحبوش اصلا ان انتوا تتكلموا عن نفسكم. انتوا مشكلتكم ان انتوا بتتعاملوا مع الناس اللي حواليكم بحب واخلاص، وده اكبر غلط. وده الغلط بنفسه. يعني حاولوا ان انتوا تعملوا حدود. بلاش كل حاجة تطلعوها وتحكوها. انتوا بتحبوا تحكوا، تتكلموا، بتحبوا تفضفضوا، بتحبوا تشاركوا حالاتكم ورأيكم مع اللي حواليكم، وانتوا متعرفوش اللي حواليكم عايزين منكم ايه. حد عايز يطلب منكم السماح بس انتوا رافضين، والحد ده انتوا بتفكروا فيه. يعني هو ممكن يبعت لكم مراسيل او ناوي يبعت لكم، بس انتوا مش هتسامحوه ابدا، وهتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لو يعني زي ما بيقولوا كده، يعني لو انت اخر راجل في العالم احنا مش عايزينك. الشخص ده كان السبب الرئيسي اللي انت بتعانوا فيه في الوقت الحالي. الشخص ده خد مالكم وضحك عليكم. كمان في حاجة انتوا عملتوها وندمتوا عليها. ممكن تكونوا ندمتوا على الوقت اللي ضاع في المكان مش الصح، او الوقت ضاع على الناس ما تستاهلش. والله اعلى واعلم. عندكم فيه طاقة نغمة رهيبة، ودايما بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، في كانوا السبب في الحزن. ان شاء الله لو انتوا عندكم حد تعبان ربنا هيشفيه. لو انتوا مستنيين حمل، عندكم حمل، وده هيكون قريب. في منكم هيقعد في قعدة وهيكون فيها أطفال، وده هيفضل يشيل ويحط فيه، لأن انتوا بتحبوا الأطفال قوي. الحزن العميق اللي جوه القلب وعمل لكم النغزات وضربات القلب السريعة دي، حاولوا ان انتوا تطلعوا منها. في عندكم قعدة حلوة مع الأصدقاء، هتعملوا الحاجة اللي انتوا نفسكوا فيها. الحاجة اللي انتوا بتحبوها تعملوها. القعدة دي هتكون بالنسبة لكم حلوة. كمان الفترة دي انتوا رايحين تجيبوا حاجات جديدة. الحاجات اللي انتوا هتشتروها دي هتديكوا طاقة إيجابية، وهتديكوا إحساس مختلف. ممكن تكونوا بتدرسوا، أو عندكوا شغل خارج بيتكم. عندكوا حد معجب بيكم، هو مش بيقدر يستغنى عنكم أبدا. يعني حد
ده ما بيقدرش يستغنوا عنكم، بيحبوكوا بطريقة اللي انتوا مش مستحملوا الطريقة دي، لكن انتوا مش شايفينه، انتوا مش بتدينه اهتمام، مش بتدينه حتى نظرة حلوة. ممكن تكونوا انتوا اتخذلتوا قافلين من حياتكم الطريق ده، فانتوا لازم تدوا فرصة لقدامكم. الشخصية دي او الحد ده بيحبكم، ده هيريحكم وهيخلي قلبكم كده فيه فرحة. انتوا محتاجين الحنان، محتاجين الحب، محتاجين حد يقف جنبكم ويساعدكم. دايما بتوزعوا حب من كل الناس، بتحبوا تفرحوا كل الناس اللي حواليكم، بتحبوا ان كل الناس اللي حواليكم مبسوطة، لكن انتوا مين فرحكم؟ فانتوا لازم تدوروا على الحاجة اللي تريحكم. ان شاء الله بإذن الله ربنا هيدخل جوه قلبكم الفرحة، وهيرجع في كل خطوة سلامة. فانتوا لازم تخلي بالكم على نفسكم الفترة دي. ليه؟ لان الفترة الجاية هتكون فترة مريحة لكم انتوا، وهتكون فترة مميزة، وساعتها ربنا هيطفي النار اللي جوه قلبكم عشان الناس اللي عاملة بتعدي عليكم وتأذي فيكم. انت هيكون عندكم تثبيت خطاوة جديدة الفترة الجاية ان شاء الله بإذن الله. هيكون عندكم طاقة حلوة، اخبار حلوة، هتلاقوا في امور هيكون فيها انعكاس لكذا حاجة في حياتكم. في حد حاطط نقره من نقركم، الحد ده بيعاند معاكم، آه آه دايما اللي هو اللي انتوا بتعملوه هو بيعمله. ممكن تكون عندكم سلايف، عندكم ست كبيرة حاطة راسها من راسكم، يعني في تحكم، وانتوا مش بتحبوا التحكم، ما بتحبوش الطاقة السلبية. انتوا الفترة دي بسبب اللي انتوا في عندكم حبة امور، فلازم تاخدوا راحتكم بالنوم، ولازم تهتموا بنفسكم حبة. قلة النوم مع التفكير الزايد عمل لكم ارهاق في الجسم، من وقت التاني حاسين ان انتوا هبطانين مش قادرين تاخدوا نفسكم، لدرجة ان انتوا بتجيلكم كده دوخة، بتحسوا خلاص ان في حاجة غلط. فياريت تحسنوا من حالتكم النفسية، بلاش تظهروا بالقوة، اظهروا ان انتوا عادي والحمد لله، ولا تظهروا ان انتوا تعبانين ولا انتوا اقوياء ولا حد زيكم. ليه؟ لان العين مؤثرة عليكم تبعد عنكم. كمان انتوا بالكم مشغول شوية بموضوع، في موضوع او موضوعين ده شاغل بالكم، في واحد منهم انت مستني حل، والتاني الموضوع ده شاغل بالكم، ده شخص غايب عنكم، ده شاغل بالكم بطريقة كبيرة وانتوا مش عاجبكم، حيرانين في امور ناقصة عايزة تكمل، او انتوا عندكم خطوبة هتكمل على خير، زواج، حمل، في اكتمال لحياتكم من بعد الصراع اللي انتوا عشتوه الفترة ديت. لا اله الا الله. في عندكم نجاح، النجاح ده هتلاقوا فيه نفسكم بشكل كبير جدا. انتوا ناظرين للحياة اللي قدامكم بطريقة مختلفة الفترة الجاية، وده طاقة جديدة، طاقة معينة. الحسد ده مسبب لكم صداع، فلوس بتتبخر، وده من شدة الحسد. يا اما لازم تطلعوا حاجة لله بسبب المال بيجيلكوا، يا اما تخسروا نفسكم. معروف عنكم ان انتوا شخصية قوية، وعندكم بتتكسفوا، وعشان كده هيكون عندكم قعدة، ودي هتكون حلوة، والقعدة دي هتتعرفوا على الشخص ده، وده هيغير حياتكم، وانتوا هيكون يعني زي ما بيقولوا كده هيكون عندكم طاقة إيجابية، وهتكونوا مبسوطين جدا. انتوا عندكم حكمة في عقلكم. لو كنتوا انتوا رجالة، انت مميز ان انت بتفضل ساكت وما بتطلعش الكلمة اللي انت عايز تطلعها. دايما بيقولوا عليكم ان انتوا عندكم برود، انتوا مش كده، انتوا ممكن يكون جواكوا بركان من النار
وعينيكوا فيها الشرار، بس عندكوا هدوء اعصاب في وقت العصبية، بس خلاص لما بيفيد بيكم ما بتلاقوش حد قدامكم، وده معروف عنكم. عشان كده دايما بتسهروا ان انتوا ساكتين وهاديين. حاولوا ما تخلوش اي حد يستفزكوا، لان انتوا الفترة دي مستحملين من الناس اللي انتوا قاعدين معاهم فوق تحملكم. انتوا عندكوا فيه طاقة في شخص انتوا واثقين فيه، مش متخيلين ابدا ان الشخص ده يغسلكم او الشخص ده يحصل منه رد فعل مش حلو. طول ما انتوا الشخص ده بالنسبة لكم طاقة ايجابية، ابعدوا عن اي حاجة مؤثرة عليكم. كمان في عندكم فلوس هتمسكوها في ايديكم، الفلوس اللي هتمسكوها ديت هنكون عندكم في حلول حلوة، في منكم هتسدوا ديون. كمان هتحاولوا ان انتوا يكون عندكم استرجاع لحقكم، وهيكون في عندكم بشرة. البشرة دي انتوا بتسعوا عشانها، ليل ونهار بتفكروا، ليل ونهار بتشتغلوا، ليل ونهار عايزين، ليل ونهار تعملوا عشان توصلوا للبشرة. ودي طاقة إيجابية للوضع اللي انتوا فيه. طاقتكم الإيجابية دي هتخليكوا تطلعوا للأحسن، هتخليكوا توصلوا لحاجة طالت نظرها. ليه؟ لأن انتوا ربط الأحداث عندكوا قوي. بس ما تهموش نفسكوا وصحتكم. انتوا في مرحلة لوصول لهدفكم، انتوا حاسين بملل، حاسين ان انتوا تطلعوا من الطاقة بتاعتكم دي، عايزين تعملوا حاجة جديدة. انتوا على وشك ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه، فما تخلوش اي حاجة تسيطر عليكم، لان الطاقة السلبية لو اتحكمت فيكم انتوا نفسيتكم اللي بتتعب، وانتوا بتحبوش الطاقة السلبية تتحكم فيكم. من كتر اللي انتوا شفتوه في حياتكم بقيتوا تدوا الناس النصايح، بدأتوا ان انتوا تتكلموا بالنصيحة. يا ناس ما تعملوش كده، وانا جربت ومفيش حاجة اتحصلت من اللي انتوا بتتكلموا عليه، بس محدش بيسمع لك. عندكم في 3 تعابين، انتوا ال3 تعابين دول انتوا موتوا 2، فاضل لكم 1. ال3 تعابين دول ناس اللي انتوا عارفينهم وتعرفوا حد تبعه، في ناس انتوا عارفينها، دول بيتلدبوا وتبدلوا ببشر، بس انتوا بفضل ربنا طلعتوا 2 من حياتكم وطلعتوهم برا حياتكم، انتوا في الوقت الحالي فاضل 1. التعبان ده عامل ان هو قريب منكم وعامل حبيب وصديق، فياريت تخلي بالكم وتحذروا من اي طاقة مأثر عليكم، وحاولوا دايما تكونوا عندكم في هدوء. في حاجة انتوا عايزين توصلوا لها بس لسه، او في حد يوصل لكم ودايما غيران منكم، الحد الغير منكم ده مستني ان هو يمسك اي حاجة عليكم. انتوا ان تستحقوا ان انتوا توصلوا، وباذن الله هتوصلوا، بس عندكم في فرق بينك وبين حد. ممكن تكونوا معجبين بحد، او في طاقة مع حد، ارتباط مع حد، اختلاف في الجنس، في اختلاف بينكم، انتوا بتعملوا اللي عليكم، بس الاختلاف ده تعبكم واكل قلبكم، او انتوا بتحسوا ان انتوا مختلفين. انتوا بتحاولوا على قد ما تقدروا الفترة دي ما تطلعوش مع اي حد، لان انتوا بتكتشفوا الفضفضة والكلام بيطلع مع ناس ما تستاهلش، ده بيتعبكم انتوا، وهم بيظهروا ان هم عايزين يسمعوا منكم عشان خاطر يسمعوا منكم الطاقة وكلام، وفي الاخر بيطلعوا يقولوا عليكم كلام تاني. انتوا في حد انتوا اكرمتوه على نفسكم، وفجأة كده فجأة اتبخر، وانتوا مش عارفين ده ايه، هو راح فين. عمالين تتواصلوا مع الناس اللي كنتوا عايزين تتواصلوا معاهم، عايزين تتواصلوا مع اللي حواليك عشان تعرفوا، مفيش، مش انتوا مش عارفين توصلوا له، في عندكم بلوك بقاله فترة، ده هيتفك وبشكل كبير وبشكل سريع، هيتفك ومش هيحصل كلام.
بس هيكون اتفك، وبعد شوية هيبقى في كلام